قبل اي حاجه ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا. فيلمنا بيبدا بشجره وبتكون اسطوره دموع القمر، وورقه واحده منها بس قادره تشفي اي مرض وتبطل اي لعنه. ومن قرون كتيره فاتت خرجوا يدوروا على دموع القمر اللي في الاسطوره، واكتر حاجه مشهوره هي رحله الزعيم اغيري اللي كان مصمم ياخد قوه دموع القمر، بس الغابه حمت الدموع منه. والتاريخ بيقول ان الحمله بتاعته فشلت، بس الاسطوره بتقول اكتر من كده، وهي ان حراس الشجر لقوه وشافوه ورجع للحياه تاني، وطلب منهم يسلموه وراس السهم المقدس، وده مفتاح دموع القمر. فاغيري غدر بيهم وموتهم، بس الغابه ردت له اللي عمله، وخدت اغيري واللي معاه وعملت لهم لعنه ان هم ما يعرفوش يبعدوا عن النهر نهائي، ومش هيعرفوا يموتوا. والاسطوره بتقول كده وهم اختفوا في منطقه لاغريماس دي كريستال، وبيكون ماك هو اللي بيتكلم وبيقول لهم في المكان ده هنلاقي مصدر الاسطوره الحقيقي، وهي شجره ليها قدره شفاء ملهاش مثيل. وبيقول لهم ان الاسطوره حقيقيه، وبيكون كل ده تمويه عشان يشغلهم، وبيقول لهم ينفع يكمل، وبيقول لهم ان اهميه دموع القمر مهمه في الطب. وليلي اخته بتكون ماشيه وراسمه خريطه على ايدها، بس بتقابل حد وبتداري ايدها وبتساله على القاعه فين، وبيقول لها من هنا. بتطلع تفتح الباب وبتكون حراميه، وحد بيدخل بيقول لها ما ينفعش تقعد هنا عشان ده مكان مخصص لاعضاء الجمعيه بس، وبتشمم مخدر وبيغمى عليه. وبتكمل وبتروح وبتلاقي لبس عامل من اللي موجودين وبتلبسه عشان تعرف تتحرك، وبتتحرك وبتحاول تتدارى في اي حاجه، وبتفتح الصندوق اللي هي عاوزاه بالراحه، وبتلاقي راس السهم المقدس. وبيكون صاحب الصندوق دخل وبيفتح الصندوق ومش بيلاقي راس السهم، وبيقول لهم اكيد حد وصل له قبلي. اللي جايب له الصندوق قال له لا اكيد وقع هنا ولا هنا، بس بيلاقي ليلي واقفه وبتمسك عصايه وبتضرب في اللي بيقرب منها، وبتطلع على سلم وبتتحرك بيه عشان تجري منهم، وبيحاولوا يمسكوها بس مش بيعرفوا. بس السلم بيقع وبيفتح الشباك وبتمسك في السلم قبل ما تقع في الشارع. ومجد بيكون خرج في الشارع وبتزق ليلي رجلها في الحيطه وبتفتح السلم اكتر، وبيقول لها ترمي له راس السهم، وبترمي له العلبه فعلا. ومجد بيوقف اتوبيس وبتنزل في الاتوبيس وبيركب فيه هو كمان وبيمشوا، وبيجي يفتح العلبه بيلاقيها ضحكت عليه. والراجل بيقول له انا بعتذر لك يا امير يواكيم، وبيقول له قلت لهم اسمي وبموتهم كلهم، وبيقول له اسمي يواخيم. بيقول له ممكن نرجع لك فلوسك؟ قال له لا بس قول لي من دي. قال له مش عارف. بنروح لليلي بعد ما سرقت راس السهم مع اخوها، بيقول لها المفروض اقلق. بتقول له ليه؟ دي ورقه واحده بتشفي كل الامراض، ممكن ننقذ حياه ناس كتير ونغير العالم، وعمرك ما كنت هتحلم بمغامره زي دي. وبتقول له ممكن تفضل هنا لو عاوز وما تقلقش عليا. وبيكون فرانك مع ناس في رحله في البحر، وبيكون هيخبط في شجره ظاهره قدامه وبيفضلوا ينادوا عليه، وبيكون فرانك بيتعامل مع الموضوع بسهوله وبيلحقهم على اخر لحظه، وبيفضل يعرفهم على طبيعه المكان اللي حواليهم وعلى الطيور. تيجي واحده تحط ايدها على ورده، قال لها لا الغابه دي كل حاجه فيها بتبقى عاوزه تموتك بس. وبيقول لهم على شجره سامه وعناكب وفرس نهر، وبيقول لهم استعدوا لعجيبه الدنيا التامنه، وبتكون ميه بتنزل وهم ماشيين، وبيكونوا حاسين ان هو بيهري. وبيقول لهم على قبيله بوكا اكتر صيادين شراسه في نص الكره الارضيه اللي هم فيه، وبيصطادوا البشر وبيرموا عليه سهام، وبيكونوا متفق معاهم اصلا. واحد بيقول له يمشي اسرع، قال له المحرك هيبوظ ومش معايا فلوس اجيب جديد، فبيديله فلوس وبيشكره وبيمشي بسرعه. وبيكون ليلي وماك وصلوا، وواحد بيشوف صوره ليلي ان هي مطلوبه، وماك بيقول لها قلت لك ما تلبسيش كده عشان بتلفت الانتباه. قالت له مش مهم، وبيكملوا مشي. وفرانك بيكون واقف وبياخد من ركاب الرحله فلوس بعد ما وصل، وبيكون حد ماشي ورا ليلي وماك، وبتقول له انهم عاوزين يروحوا النيلو عشان رحلتهم. والبغبغان بيفضل يقول فرانك عليه ليا فلوس، وبيروح نيلو لفرانك وبيقول له ان هو عاوز الفلوس بتاعته، وبيديله فرانك فلوس وبياخد ورقه واحده بس عشان تقضي اكل لاخر الاسبوع. بس نيلو بيقول له دي مش كل فلوسي وده مبلغ قليل قوي، وبياخد منه المحرك اللي اشتراه، وبيقول له لازم ترد الدين والفايده كمان، والمحرك معايا لحد ما تجيبهم، ولو اديتني 5000 الاسبوع الجاي هرجعه لك، ولو ما جبتليش فلوسي هاخد المركب كله منك. وبيمشي. وبيكون فرانك بيبص على نيلو عشان يدخل الاوضه وياخد مفتاح عشان ياخد المحرك بتاعه تاني. وبيكون المكان ده فيه مراهنات على صراعات بين عنكبوت وعقرب، وبيدخل فرانك متخفي اي حاجه عشان محدش ياخد باله منه. وبتسال ليلي على مكتب نيلو وقال لها فوق، وفرانك بيجي يفتح الشباك بس بيقع جوه، وليلي بتكون بتخبط عليه، والبغبغان بيفضل يقول فرانك عليه فلوس ليا. وليلي بتقول له ان هي عاوزه تكلمه في الشغل، قال لها مش دلوقتي. وبيغطي البغبغان وبيقول لها تيجي الصبح، وبيحاول يفتح الخزنه بس مش بيعرف. وبتقول له ليلي ان هي واخوها بيدوروا على اي وسيله نقل وقالوا انك المناسب. قال لها غلط. بتقول له اسمك على كل المراكب بره وانت بتتصرف غلط. قال لها انت اللي بتحاولي تكسري الباب وده هو التصرف الغلط. قالت له معايا فلوس كتير. فتح فرانك على طول. وبتدخل ليلي وبتقول له هنروح لمنبع نهر ناحيه جبال الانديز، والمنطقه دي مش موجوده على الخريطه العاديه بس معروفه زمان باسم لاغريماس دي كريستال. البغبغان بيقول فرانك عليه ليا فلوس، وبيقول لها تشربي حاجه عشان يتوه. وبتسأله عارف المكان؟ قال لها لو على نهر الامازون اكيد عارفها. وبيقول لها المكان ده
دخل مكانها تبقى عاوزه تروحيه. بتقول له بس عاوزه اروح. بيقول لها لا، عشان لا انت ولا غيرك هيعرف يوصل هناك، والمكان مش عشان تقضي رحله. قالت له مش جايه في رحله. وبيشوف فرانك الخريطه وبيقول لها جبتيها منين؟ بتقول له كانت بتاعه ابوها، وقال لها كل حاجه وهي صغيره عند دموع القمر. قال لها انت هتروحي عشان قصص؟ قالت له هتاخدنا هناك ولا لا؟ فضل يخوفها باللي هيقابلهم، وبيقول لها ممكن يروحوا رحله حوالين البلد وتشوف الشلالات وتشوف الفيله. وبيقول لها طب هو مش معاه مفتاح الخزنه؟ وبتروح تفتح له الخزنه وبيكون مستغرب، وبتقول له نتفاوض على السعر ولا اشوف غيرك؟ وبتقول له 5000. قال لها 10000 وهو اللي يوديها بنفسه. بتقول له ماشي. بعد كده لا 15000 عشان لو متي. قالت له ليه هدفع اكتر لو مت؟ قال لها هبقى مضطر اشيلك وده اصعب. قالت له هديك 20000. واخوها بيدخل وبيقول لها ان هو اتفاوض مع نيرو وكان صعب في التفاوض معاه ونزل السعر مع 50000. بيقول لها مين ده؟ قالت له مش السيد نيرو. قال لها لا مش نيرو. ونيرو بيقول له يستمتع بوجبته. بتقول له فرانك اللي البوابان بك. وبيشوف فجأة فرانك ان هي لابسه راس السهم المقدس. قال لها اخد 12000 بس. وبيقول لها ان نيرو ما بيعرفش يوصلها ابعد من الحمام الخارجي اصلا. نيرو بيقول لها المركب بتاعه هو الحمام فعلا. قال لها مش هتلاقي اسرع من مركبه، وفي افخم حمام في البرازيل كلها. قالت له ليه اثق فيك؟ قال لها هو الوحيد اللي يقدر يوصلها. وفجأة نيمار بيدخل عليهم وكله بيصوت وبيجري، وبيقول لهم فرانك ما يخافوش. ونيرو بيطلع جري على فوق، وفرانك بيصارع النمر وبيهجم النمر على فرانك، بس فرانك بيمسكه قبل ما ياكله وبيرميه بعيد عنه. وبيقع هما الاتنين وبيتقلبوا على الارض، وبيلاقوا العقرب والعنكبوت من ناحيتين. وبيرمي النمر بعيد وبيقول لهم يفتحوا الشباك، وبيرمي حته اللحمه والنمر بيطلع وراه وبيقفلوا الشباك وبيفضلوا يشجعوه كلهم. ليلي بتقول له عندك مزايا كتير بس مش هماني، بس انت قادر وهدي لك 12000. قال لها 15. قالت له هم 12، نصهم دلوقتي ونصهم لما نرجع. قال لها الصبح متحرك؟ قالت له لا بعد 10 دقايق. وبيروح فرانك ينزل المحرك بعد ما سرق المفتاح من نيلو، وبيكون بيركب فيه. وبيروح النمر اللي دخل عليهم في البار، وبيكون صاحب فرانك هو اللي بيكون ناداله مصفر. فرانك بيكون مجهز كل حاجه على الحركه، وبيلاقي ليلي ومات جايين ومعاهم شنط كتيره. وفرانك بيروح يقول لها الحاجات دي مش هتتحط على المركب بتاعي. قالت له مش حاجاتي. وماك بيقول له دي حاجات انا وكل حاجه فيها ضروريه. فرانك قال له بالوزن ده هنكون محظوظين لو عرفنا نتحرك من هنا اصلا. وبتكون ليلي ركبت وبتلاقي ناس ماسكين طيور، وبتقول لهم هتعملوا فيها ايه؟ قالوا لي هنبعتها باريس. فبتنزل عشان تطيرهم وواحد بيخطفها، وفرانك بيرمي الحاجات بتاعت ماك في النهر، وليلي بتتحبس مع الطيور. وبيكمل فرانك رمي في الحاجات بتاعت ماك، وبيقول له مش هتحتاج مضارب تنس، وبيقول له مش هتحتاج هدوم برضه، ولا هتحتاج جزم ولا كوتشيات. وبيلاقي صندوق فيه خمره فبيسيبه. ماك بيقول له لو رميت اي حاجه تاني، وبيكون بينادي على ليلي. وبيقول له فرانك هنمشي. قال له مش هنمشي من غير اختي. وبتاخد ليلي دبوس من راس واحده وبتحاول تفتح القفص، وبيتحرك فرانك قبل ما رجاله ميرو يمسكوهم، وبيسلموا ليلي لواحد وبيقول له الست الانجليزيه اهي ادفع بقى. وبيجي يشوفها بتكون فكت القفل وبتخبط الباب في وشه والطيور بتطير. ويشوف فرانك وماك الطيور، وفرانك بيقول لماك يسوق هو، وبيطلع فرانك عشان يروح لليلي. وبتتخانق ليلي معاهم وبتضرب فيهم، وبيظهر فرانك وبتضربه بالغصب وبيدخل يضرب فيهم معاها. وفرانك بيقول لها المركب من هنا، وليلي بتكمل جري وبتضرب في باقي الناس، وبتروح عشان تحرر القرود اللي محبوسه، وبتفضل تجري على السقف لحد ما تقع. وبيقول لها يلا على المركب. وبيجروا وبينطوا فرانك في الميه، بس ليلي مش بترضى تنزل الميه، وبتروح تجري وفرانك بيعوم وبيوصل للمركب. وليلي بتطلع وبتنزل على حبل عشان مش بتكون عاوزه تنزل في الميه. وهي نازله غطا بيجي عليها لحد ما بتخبط في حاجه وبتقع. وبيروح فرانك ليها وبيمسك ماك ايدها وبيدخلها في المركب. فرانك بيقول لها ليه ما نزلتش في الميه؟ ماك بيقول له مش بتعرف تعوم. قال لها رايحه رحله في النهر ومش بتعرفي تعومي؟ بنروح لي واخيم وهو بياكل، واكسيل بيدخل عليه وبيقول له هربوا منك صح؟ قال له ايوه. قال له سيبوا لي انا الموضوع ده بقى. يقول لهم راس السهم هيودوهم للشجره ومش هينفع نخليهم يمشوا من هنا، ويبلغهم يطلعوا على السطح. وبتكون غواصه وبيطلع ورا فرانك، وبيقول لي ليه السعر زاد، وبيكون مجهز سلاح وبيضرب نار عليهم. وبيكون المركب فصل بسبب ضرب النار، وبيقول لي واخيم ليهم يحطوا ذاكره تاني. وفرانك بيقول لماك تعالى سوق انت، بس اللي بتقول له انا بعرف اسوق. وبيروح فرانك وبينط على الطريق وبيربط حبل في الخشب عشان يلف المركب. ونيرو بيخرج بيقول له يمشي عشان دي مركبه خاصه، وبينط فرانك للمركب تاني. وفرانك بيحط خشب في الفرن اللي بيحرك المركب، واللي بتخبطه بالرجل والنار بتولع زياده والمحرك بيشتغل. وواخيم بيضرب عليهم توربيد، وفرانك بيكون بيجري على قد ما يقدر بالمركب، وبيدخل فرانك في الكوخ اللي قدامه عشان التوربيد يعدوا من تحته، وبيتفادى فعلا. والغواصه بيكون في حبل بيجي في المروحه بتاعتها وبتدمر الطريق وبتطلع من الميه، وبيكونوا مبسوطين. وفرانك بيصلح المركب بتاعه من الرصاص اللي اتضرب عليه، وبيكلمه وبيقول له تقدر تسابق اي حد كل مره. وبيبوسوا وهم ماشيين. بتشوف ليلي دلافين في الميه وبتكون مبسوطه وبتلعب معاهم، وبتصور فرانك وبتقول له يضحك للكاميرا، وبيكون مستغرب منها وبتقول له الكاميرا دي للصور المتحركه، وبيكون ما شافهاش قبل كده. وفرانك بيفضل
بيصور في ليلي بالكاميرا وبيكون ماك هو اللي بيسوق، وفرانك بيواجه ليلي وبتقول له انت غلط. قال لها لا عشان انا القبطان وبقول لك لا غريماز قدامنا. تقول له ان الخريطه مرسومه كده. بيقول لها مش هنعرف نمشي من الاتجاه ده ولازم نمشي من ده. وبيقول لها لو مشينا من هنا قابلنا من حضارات شفتيها. بتقول له لا بس انت اكيد شفتها. قال لها قالت له خلاص هنمشي من الاتجاه ده وبيمشي من الاتجاه اللي هي عاوزاه. بيجتمع يواخيم بمجموعه بيقول لهم ممكن ليلي وراس السهم يبقوا في اي مكان، وبيقول لهم في شخص واحد قرب من رموز القمر ولازم نساله عشان يوجهنا اسرع. يقول له بس لعنة أغير دي اسطوره صح؟ بنروح لفرانك وليلي وهي بتقول له احنا مش هينفع نمشي بالليل. قال لها لا عشان المحرك. بتقول له بعد اليوم ده عاوز اجرب الحمام اللي انت قلت لي عليه. بتقول له اكيد تحت. قال لها لا قدامك، وقصده الميه اللي قدامها. وماك بيقول واحد رمى كل اكلي، وبيقول له لو فاكر انك هتختصر الرحله انك تجوعنا فده مش هينفع. وبياخد المسدس وبيضرب فار. ماك بيقول له انت فاكر هاكل ده؟ بس فرانك بيرميه في الميه للسمك وبيصطاد السمك بيه وبياكلوا السمك كلهم سوا بالليل. ماك بيقول له ينزل ينام تحت. فرانك بيقول له نام براحتك بس اوعى تدخل الاوضه بتاعتي. قال له هدخلها ليه؟ وبيكون فرانك مركز مع ليلي وبتقول له مركز معايا ليه؟ وبتقوم تمشي. بينزل ماك تحت وبيجهز عشان ينام، بس النمر بتاع فرانك بيكون خرج من وراه. وفرانك بيجيب جيتار وبتكون ليلي بترسم وبتقول له عند رموز القمر بان الاسطوره دي حقيقه. قال لها لا. تقول له هلاقيها. قال لها مش هتعرف. وبتكمل وبتقول له لما الاقيها متخيل هنقذ كام حياه، وان الاسطوره بتقول ورقه واحده قادره تشفي اي مرض ودي هتبقى بدايه ثوره علميه. بيقول لها فرانك بالخاطر بحياتك وحياه اخوك عشان تنقذي الناس مش عارفاه. بتقول له مش شرط اللي تنقذه تبقى عارفاه. وهما بيتكلموا بيخرجوا النمر وماك، وفرانك بيقول للنمر تبعد عنه، وليلي بتقول له كده الخناقه كانت زايفه. وبتقول له في حاجه تخليني اثق فيك؟ قال لها ولا حاجه وبتمشي. بنروح ليواخيم وبينزل لمكان، وبيكون المكان اللي تعاقب فيه اغيري ورجالته عشان حاولوا يسرقوا راس السهم. وبيشاور على مكان وبيقول لحد فيهم يجيب ميه نهر، وبيحط بالقطره نقطه على جسمه وبيستنى وبيلاقي التعابين طالعه منه. وبيقول له عاوز ميه نهر تاني. وبيقول له دموع القمر قادره تبطل لعنتك وتحررك من الغابه دي، وانت عاوز اللي انا محتاجه. وبيقول له ان راس السهم قريب منهم وانت تجيبهولي، وكل واحد ياخد اللي هو عاوزه. وبيوافق اغيري وبيفجر يواخيم حجاره اللي منع الميه، وبتدخل ميه النهر دي وبيرجعوا تاني. فرانك بيقول لهم انهم قربوا يوصلوا لمخيط الزبده وده منحدر نهري. تقول له مفيش طريق تاني. قال لها انت اللي اخترتيه عشان توفري يومين. بيقول له مخيط الزبده الاستعاره دي كويسه، وبيقول لهم يخلوا اي حاجه ليها قيمه تحت. وماك بيقول لهم انا بعتبر نفسي صاحب قيمه فهشوفكم تحت. ليلي بتقول له ثانيه وبتدي له راس السهم. وفرانك بيقول للنمره عاوز راس السهم دي باي طريقه. وبينزل ماك تحت والنمره بتنزل وراه، وماك بيكون خايف منها وبيطلع فوق. وبيقول لهم النمره بيضايقه، وبتحاول النمره تفتح الشنطه. بيكون المكان اللي ماشيين فيه كله منحدرات، وماك بيكون هيقع وماسك نفسه بالعافيه، وبيفضلوا مكملين ماشي في البحر بالعافيه لحد ما بيروحوا الشلال. وبيدف فرانك عشان يرجعوا، بس تيار الماء بيكون قوي جدا والمحرك بيشتغل على اخر لحظه، وبيمشي من ناحيه الشلال. وماك بيقول له ما يعملش كده تاني. فرانك بيقول له ممكن ارجعكوا تاني ايه رايك؟ ماك قال له ده اول حاجه ذكيه تقولها. وبيسال ليلي هتكمل، بس بتقول له ان هي حابه التجربه وبتكون دايخه وبترجع. وبيروح للنمر يشوفه جاب راس السهم، بس مش بيكون جايب حاجه برضه، وبيرجع وبيغمى عليه. وبيقول فرانك لماك انت عايش معايا ازاي؟ انا قضيت معاه يومين بس وحاسس ان عاوز ارميها من المركب. قال له محتاج شويه عشان تتعود عليها. وبتكون ليلي بتصور فيديو متحرك وبتصور النمره، وبتروح تحاول تفتح اوضه فرانك. وبيقول فرانك لماك ان اخته بتقول اللي عاوزاه من غير ما تبص لمشاعر حد. قال له في الغالب انا اللي بتاذي، وقال له ورث الدم من ابوهم. وبتفتح الباب وبتدخل تدور في حاجات فرانك، وبتشوف كتب وبيكون عنده رسمه راس السهم. وبتتفاجئ وبيرجعوا يدوروا عليها بيلاقيها طالعه، وبتقول له ممكن تشرح لي ده؟ بينزل وبيقول لها قلت محدش يدخل اوضتي. بتقول له اكيد قلت كده عشان تخفي اسرار عننا وانت بتكذب مره ورا التانيه. بيقول لها اكاذيب ايه؟ قالت له انت بتدور على دموع القمر بنفسك. وبيقول لها ان جاي عشان يدور زيها، وبيوريها خريطه زي بتاعتها وبيكون فيه 12 خريطه منها. وبتقول له ان اغيري كان بيفضل يرسم. قال لها ورايح حياته بيدور على حاجه مش عارف يوصل لها. وبيقول لها ندور وراهم في كل مكان وملاش اي حاجه، وهو من وقتها هو متثبت في النهر وبيتمنى يسيب المكان. ليلي بتطلع راس السهم وبتقول له بس ما كانش معاك ده. والنمره بتروح تلعب مع ماك، وبيقرب ماك وهو خايف منها. حد بيضرب عليه حاجه وبيتخدروا، وبيضرب على ليلي وعلى فرانك كمان، وبيغمى عليهم كلهم. وبيقعدوا معاهم وبيكون باين عليهم انهم من اكل لحوم البشر، وبيقدموهم للملك بتاعهم. وفرانك بيكون عارف لغتهم وبيفضل يتكلم معاهم. وبتساله ليلي قال ايه؟ قال لها قالت له ما هيسيبوك انت واخوكي، بس هتسيبوا كل حاجه ليك وانا هبقى رهينه. ومش بترضى. وفرانك بيقول لها مستحيل نعيش احنا الثلاثه. وبيجي يكلمهم بيقول لهم اسكتوا، وقال لها الحاجه اللي هو عاوزها هي راس السهم. بتقول له لا. بيقول لها ان هو عارف ان هو معاكي وكان ملك للقوم بتاعه بس سرقوه من زمن. وبيقول لهم ممكن تعيشوا لو سلمتوه او هاخده غصب من ايدك وهيشيل اللحم منها
كمان. ماك بيقول لها سمعت اللي قاله اكل لحوم البشر، بس بتقول لفرانك يترجم كلامها بالحرف، وبتقول له مش هتديله راس السهم، وبتقول له ترجم، وبتكمل وبتقول له معايا راس السهم اللي هو ملك القبيله بتاعتكم، وبتقول له هترجعه بس لازم تستخدمه عشان تلاقي دموع القمر الاول، ولو هي ماتت في سبيل كده فهي هتكون راضيه. وبتقول له لازم تسيب الاتنين دول، وبتفك نفسها وبتكون عاوزه تحاربهم بس محدش بيرضى. وبيشيل القائد القناع، وبتكون عارفه فرانك وبيكونوا متفقين مع بعض، وبتقول له المره الجايه هطلب منك فلوس اكتر على الهبل ده. بتقول له انت قلت لي ان هي واحده انجليزيه ومعاها اخوها ضعيف وهتعرض نفسها للقتل. بيقول لها عشان مجنونه. وبتروح لدي وبتضرب فرانك وبيقول لها لازم توقفي ضربي. بيلف بيلاقي ماك ضربه هو كمان، وماك بيروح له بعدها وبيقول له انت زعلتها. بيقول له ممكن تسامحني؟ قال له لا عشان موضوع شخصي. وبيكمل ماك وبيقول له لو زعلتها بالطريقه دي هي تعتبر فاكراك ميت اصلا. وبتروح للست تقرا ليها راس السهم، وبتقول لها ليها القدره انها تعالج اي حاجه، وعشان تثبت جدارتك لازم تحول الميه لحجاره، وبعدها تعالج قلب مكسور، وعشان تتفتح الدموع لازم الشجره تبقى تحت القمر الباكي، والقمر مش هيطلع قبل يومين، والشجره بتستخبى لحد ما ينزف القمر، وبتغرق في الغرب فوق قلب الافعى اللي بيعد الناب ليلها. وبتدور ليلى على الخريطه على الكلام ده، وبتقول لها عشان كده محدش لقاها، وقالت لهم مكانها فين، وبتسال قدامها قد ايه عشان توصل هناك، قالت لها يومين او 3. بتقول لها طب لو رحت بقارب صغير، وبتقول لاخوها يقول له فرانك هتسافر لوحدها، وفرانك بيقول لها مش هتعرفي تعيشي، وفي حاجات في الغابه ما اتقالتش في الكتب اللي معاكي. وبتقول له مش هتتخدع تاني منه. قال لها لو رحت المنبع النهر وراس السهم حوالين رقبتك مش هترجع عايشه، ولازم نبقى سوا. بتقول له انت كداب واناني ومش هتثق فيه خطوه لقدام. وبتقول له خد ال 12000 بتوع قوم وبقشيش كمان. وفجاه اغيري بيظهر وبيضرب واحد وبيرميه في البحر، وبيروح فرانك ليلي بسرعه وبيقول لها لازم نمشي دلوقتي وهاتي راس السهم. تقول له انت فاكرني غبيه؟ وبيسمع صوت سويت وبتخرج تشوف. قال لها ده اللي عاوز اقول لك عليه. وبيروح لهم اغيري وبيقول لفرانك شكلك متفاجئ. قال له مستحيل. وبيقول له من 400 سنه راس السهم ملكي، وبيجوا يضربوه بس مش بيقدروا عليه. وبيرمي سكينه على ايديه وبتتحول لتعبان، والشجره بتمسكها، وفي شجره بتخرج تحارب فرانك، واللي بتقطع جذور الشجره وبتجري. وبتشوف فرانك بيمسكها وبيقول لها تثق فيه، وبينطوا بالحبل وبيوصلوا للجنب التاني، بس كعب فرانك هو اللي بيكون وصل بس، وبيحاول فرانك يشدهم بس بيرجعوا تاني. وبتكون عركه شغاله وليلي بتمسك نار بس فرانك بياخدها منها وبيشرب كحول وبيولع في اللي واقف، وليلي بترميه على الارض. وبتروح ليه تضرب راجل النحل وبيخنقها، وماك بيضربه برصاص وبياخد راس السهم منها وبيديه لاغيري. وبيروح فرانك ويجري ورا اغيري وبيتخانقوا مع بعض وبيضربوا بالسيف، بس فرانك بيشد له في سعر السيف وبياخد راس السهم من الافعى اللي مع اغيري وبينط في الميه. وبيرمي راس السهم من ليلي وبيتخبط في كذا شجره وهو نازل لحد ما بينزل في الميه. وبيركبوا في قارب وبيقطعوا الحبل عشان ينزلوا تحت، بس رجل ماك بتتلوي وبيبداوا يجروا. وواحده بتقول ليلي ان هي تجري ولازم تبعد عن النهر، لان كل اللي عاوزه اغيري هو راس السهم بس. تجري واغيري بيجري وراه والرجاله بتوعه، وبيكونوا هيمسكوها خلاص بس بيكونوا بعيد عن النهر، وبيرجعوا جري عن النهر عشان اللعنه. واحده بتيجي ليلي بس بتصوت وبتقول لها ما تخافش. وبيروح اغيري ورجالته وبيقولوا شفت راس السهم. قال لهم ده مسكته بايدي وكان ممكن اللعنه تتشال وهنخلي فرانسيسكو يدفع الثمن. وبيقول له ان هي عارفه انهم مش هيعرفوا يروحوا وراها. بيقول لهم اغيري يعرفوا الامير يواخيم بمكانهم، وبيقول راجل النحل للنحل تروح تعرفه. وبتفضل ليلي كده على ماك وهي ماشيه وبتشوف فرانك مرمي، وبتقول له انت ازاي عايش؟ وماك بيجي عليه وبيقول له في حاجه في ظهرك، وبيقول لها في الحقيقه انا اسمي فرانسيسكو وعمري 400 سنه. قال لها عارف ان ده مش سهل بس انا هقول لك كل حاجه. بتقول له انت مش بتنزف وانت مش بشري. الله صعب يركز وسيف موجود في قلبه. وبيقول للتاجره سام تسحب السيف منه. قالت له انا قلت لك اخر مره زهقت من سحب الاسلحه من جسمك. وبيروح يقول لليلي تحاول. بتقول له بايد ولا باتنين؟ قال لها جربي بايد. بتيجي تسحب قال لها لا بالاتنين، وبتسحب السيف من جسمه وبيقول لها بتوجع. وبتجرب تاني بس بتسند رجلها على صخره وبتشد السيف وماك بيغمى عليه. وبيكونوا هيمشوا وماك بيقول لها يجي. بتقول له لا عشان انت تعبان. وبتقول له هي هتكون كويسه وبتودعه. وبيكون يواخيم ماشي بالغواصه وبيلاقي النحل وبيقول لهم يفتحوا ليه. وبيدخل النحل وبيروح ليواخيم وبتقف على مكانهم وبيسالهم لقيتوا راس السهم؟ بتقول له اه. وبيقول لها المكان فين؟ بتحدد له المكان على الخريطه. وبيكون الاتنين واقفين مستغربين وبيقولوا لي انت بتطلب مكان من نحله؟ وبتكون ليلي بتخير الجرح بتاع فرانك وبتقول له يعني انت عمرك 395 سنه؟ بتقول له فكرتك مت. قال لها زعلتي؟ بتقول له قلقت على رحلتي وعليك.
قالت له انت ايه بقى؟ قال لها ابوه كان جندي مرتزقه وكان شغال عند ابو اغيري في الجزائر، ولما ابوه مات ابو اغيري رباه مع اغيري زي الاخوات، وتعبت انا بنت اغيري وكانت اغلى حاجه ليه، وعاهد نفسه ان هو مش هيخسرها، وبيكون بيقول لها وسافر عشان يجيب لي دموع القمر عشان تعرفي تجري تاني، وبتديله جزء من شعرها وبيودعها، وبيقول لها قاومنا المحيط بس النهر خسرنا كل حاجه، وكل خطوه في الغابه كانت خطر، وكان فرانك مستعد يعمل المستحيل عشان بنت اغيري، وبيكون هو اللي رسم كل الخرائط اللي معاها، وبيكمل وبيقول لها بس الغابه موتتهم واحد ورا واحد، ورغم كده اصر اغيري ان هو يكمل عشان الحياه ملهاش قيمه من غير بنته، وجه ناس لحقوهم وكانوا هيموتوا كلهم لولا دموع القمر رجعوهم تاني للحياه، وكان اغيري مبسوط ان هو اخيرا لقى علاج لبنته، بس صبره نفذ وقال اغيري للزعيم بتاعهم يديله راس السهم ويوديه الشجره، بس الزعيم رفض، فاغيري قام موته على الرغم من المعامله الكويسه اللي هم قدموها ليهم، وكان اغيري مستعد يموتهم كلهم، وبيكون راس السهم مع واحده منهم، وبيقول فرانك ان هو حب اغيري بس ما قدرش يشاركه في الجنون بتاعه، وكان هيموتها بس فرانك بيلحقها واغيري بيموته، وبيولع جنود اغيري في المكان كله، والزعيم بتاعهم بياخد اخر انفاسه استخدم النفس ده في حمايه راس السهم والشجره المقدسه، ولعن اغيري وكلهم وبقوا عاجزين ان هم يبعدوا عن النهر، وان الغابه لازم ترجعهم للنهر على طول، وبيكون وصل للبنت وخلاص هياخد منها راس السهم، بس الغابه بترجعهم للنهر، واغيري كره فرانك عشان هو غدر بيه، وقابلوا بعض بعدها سنين واتقتلوا، وكان على طول بيأذيه، بس فرانك زهق منه وصمم يمنعه من أذية أي حد تاني، وبيكون سابهم يقعوا في كهف بحيث الغابة ما تعرفش ترجعهم للنهر تاني، وبيكون جذور الشجر بتحبسهم جواها عشان مفيش مية قريبة منهم، وبتجمدهم مكانهم لمدة 300 سنة، وحولتهم للوحوش اللي هم عليها، وهو ما يعرفش هم اتحرروا ازاي، بس هو كان في أمان منهم لزمن طويل. قالت له ازاي قضيت كل الوقت ده؟ قال لها بنيت بلد وبقى عنده صحاب وفقدهم، وبعد كده قرر يدور على دموع القمر وصنع مركب وسماه كيلا على اسم ملكة القمر، ودور في كل مكان في النهر واستسلم في الآخر، وبدأ يقدم بقى رحلات نهارية في الغابة. بتقول له ليه كل ده كنت لوحدك؟ وبتقول له أكيد مش لوحدك، وبتشاور عن النمرة. قال لها على مر السنين دي كلها كان بيلاقي حيوانات محتاجة حد يراعاها، وبيكون مسميهم كلهم بروكسيما، وبيكون مخفي قارب وبيفضل يغني ويقول قدف قدف، وبتقول له سام يسكت، وبيلاقوا فجأة نفسهم غواصة رفعهم، وبيروح يواخيم ليهم، وبتنط سام في المية وبيدخل معاه مع يواخيم، وبيكونوا بيتكلموا وبيقول له يعقدوا صفقة مع بعض، وبيبص من المنظار وبيلاقي القبيلة اللي هم كانوا قاعدين معاها، وقال له أنا لو ضغطت على الزرار ده 400 واحد هيموتوا، أو تقول لي أختك وراس السهم فين والاختيار بتاعك. وبتسأل ليلي فرانك لما يلاقي الشجرة يعمل إيه؟ قال لها هيبطل اللعنة. قالت له إيه هيحصل لك؟ قال لها هيبقى ليه خيار وهيختار إن هو يرتاح بعد كل ده، وبيقول لها إن كل حاجة هي شايفاها جديدة إن هو شافها آلاف المرات. قالت له بس ملهاش أي معنى، وبيكون اتفق معاك إن هو يقول له مكانهم، وبيحدد له المكان على الخريطة، وبيقتل النحل اللي واقف عشان ما تشاركش المكان مع أغيري ورجالته، وبيروح ليلي وفرانك المكان، وبتقول له ده معناه تحول المياه لحجارة، وبتقول له هو لازم نتسلق لفوق. قال لها لأ، هو بينزل فرانك تحت المية، وبيكون في مكان تحت المية، بس المشكلة الوحيدة إن اللي عملوا المكان كان حجمهم أصغر من فرانك، وبيقول لها جه الوقت اللي هتنزلي فيه أحسن حمام في البرازيل كلها، وبتكون مش عاوزة تنزل عشان مش بتعرف تعوم وبتكون خايفة، وبينزلوا المية سوا. بتكون ليلي خايفة من المية وبتمسك في فرانك وبينزلوا سوا، وبيروح ناحية المكان وبيقول لها تدخل، وبتدوس على حاجة بتقفل الفتحة، وبتروح ليلي تشد في الإيد، وبيروح فرانك ناحية السمك اللي بياكل اللحوم عشان يبعدوا عن ليلي، وبتحاول ليلي وبتنزل الإيد والشلال مش بينزل مية، والباب بيتفتح وليلي بيغمى عليها، بس فرانك بيطلعها وبتكون صاحية وبتضرب فرانك وبتقول له إنك سبتني. قال لها السمك هاجمه، وبتقول له سمك؟ قال لها أنقذت حياتك بصي، وبتمشي. وبيبصوا على المكان حواليهم، وبيقول فرانك بعد 400 سنة لقيت المكان، وبتقول ليلي ممكن تعيش حياتك وتيجي لندن وممكن اوريها لك، وعندي عربية وهبقى انا القبطان بتاعها. قال لها عاوز نعمل كل ده سوا، بس بيقول لها ان هو خد قراره ومش هيروح لندن ومش هيركب عربية، وبيقول لها جه وقته من زمان بعيد. تقول له مش هتقبل وممكن يعيش حياة كمان. قال لها قراري قلته. قالت له ما ينفعش يبقى قرارك عشان انت فاشل في الحكم اصلا. بيقول لها ليكي العالم بتاعك اللي هتروحيه. بتقول له ممكن يبقى العالم بتاعك برضه، وبيكون في غواصة راحت لهم، وبيكون يواخيم ومع ماك، وبيقول لهم ان هو اللي قال له، وبيروح بالجنوب بتوع المركب، وبيقول لفرانك يدخله جوه، وبيقول يواخيم لليلي عاوز راس السهم، وبيكون هيموتوا ماك بس بتقول له لا، وبتطلع عليه راس السهم وبتديهوله، ويواخيم بيدخل جوه وبيمشي لحد ما بيوصل لحد الشجره، وبيكون الشجره حجمها كبير جدا. وبيقول لليلي انت عارفه اكيد عن دموع القمر اكتر من اي حد، وعارفه ازاي تخليها تطلع زهور، وهتعملي كده. بتقول
وبتقول له ما اعمل لك كده ايه يمنعك انك تموتنا. فرانك قال له اعمل كده لو وعدتي انك هتسيبهم وهتديني ورقه منها، وانا عارف الاساطير والاساليب كلها، ولو حد قادر يجيب دموع القمر فهو انا. قال له يواخيم لو خليت الشجره تطلع ورق ليك واحده. وقال لهم بس ما يفضل على القارب. وبيدي يواخيم راس السهم لفرانك، ويدخل فرانك عشان يركبه، وبيكون المفروض يركب هنا. وبيقول لها يواخيم تساعده، وبتكون مش راضيه، وبتقول له هعمل كده لو هاخد ورقه من هنا كمان. قال لها هي ورقه واحده ليكوا انتوا الاتنين واختاروا. وبيقول يواخيم لفرانك تضحي بورقتك ليها. قال له لازم تقتلني الاول. وبتدخل ليلي تدور على المكان، وبتاخد السهم من فرانك، وبتقول له التاجره سام قالت لها تعالج قلب مكسور. وبيقول لها فرانك مش هتعرفي تصلحي قلب مكسور. وبيكسر فرانك راس السهم وبيطلع جواه بلوره، وبتاخد ليلي وبتحطها في مكانها، وبيحط فرانك باقي السهم وبينور المكان كله، والروح بترجع للشجره تاني، وبتفضل تطلع في ورق دموع القمر. وبتاخد ليلي مسدس من جيب حارس، وبتضرب نار على فرانك، وبتضربه تاني لحد ما بينزل في الميه. وبتقول له يواخيم هي دلوقتي اللي هتاخدها. قال لها ماشي، بس حد بيشد واحد من اللي موجودين على القارب، ويواخيم بيقول لهم لازم ياخدوا الورق قبل ما القمر يعدي. وبيكون فرانك هو اللي على القارب، وبيبدا يضرب في كل الموجودين كلهم، وماك بيضرب معاه. واحد بيوجه مسدس لماك بس بيصفر، والنمره بتخرج عليه وبتحض ايده. وليلي بتزق لترين على الشجره، وبتطلع هي بالحبل، وبتطلع فوق الشجره وبتجري عشان تلحق تاخد من الورق. وبيكون القمر بدا يختفي والورق بيروح معاه، وبتجري ليلي على قد ما تقدر، وبيكون القمر خلاص هيروح ومش ناقص غير كام ورقه بس. وبتروح ليلي وبتشد اخر ورقه موجوده قبل ما القمر يعدي، والشجره بتموت بعدها. وبتقع تحت وبتمسك في جزء من الشجره، ويواخيم بيطلع وبيقول لها تديله الورقه، وبيقول لها انت كده كده هتموتي، مش لازم تموت اخوكي معاكي. وبيكون فرانك ماشي بالقارب عشان يلحقها، وبتكون ليلي هتديها له بس بتقول له على جثتي، وبتمسك فيه والحبل بيرفعها لفوق، والورقه بتكون وقعت منها. وفرانك بيلحقها وبيكون هيقع بس النمره بتلحقه، والنحل بيكون جوه اغير وبيكونوا عارفوا المكان. وبيقول لي يواخيم لاغير اديك كل حاجه عاوزها. قال له مش واثق في حد من العيال الملكيه. وبيروح يجري ورا ليلي، بس فرانك بينادى عليه وبيوريه الورقه، وبينزل ماك من القارب، وبيقول له يقول لليلي ان بوجودها كنت هملك الدنيا كلها. وبينزل النمره وبيقول لها تحمي ماك. وبيروحوا كلهم ورا فرانك، وبيدخلوا عليه القارب، وبيفضل فرانك يحاربهم كلهم، وبيكونوا عاوزين يهربوا منه ورق دموع القمر. وبيروح يواخيم ليهم بس ماك بيروح عليه وبيفضل يضرب فيه، وبيضربه يخبره في الحيطه بس بيوقع عليه صخره وبيموت. وبيكونوا كلهم عليه، وبيقول له اغيري سيف الاخ بيجري عامه. وبيقول ماك لليلي ان هو قال له يقول لها ان بوجودها كان يملك الدنيا كلها. بتقول له الورقه فين؟ وبيطلع اغيري الورقه من فرانك بس بيطلع ده كله كان فخ. ويكون سابها لماك وبيديها ليلي، والمركب بيخبط في مجرى النهر وبيوقف الميه من الدخول، والشجر بياخدهم واحد ورا التاني. وبيكون فرانك عارف كده وبيكملوا كلهم وفرانك معاهم. وبتروح ليلي وبتطلع الورقه وبتحطها ببق فرانك، ويكون هيمشوا خلاص، والنمره بتكون زعلانه عليه بس دموع القمر بتبدا تظهر عليه، والنمره بتعمل صوت وليلي بتسمعها وبترجع، واللعنه بتكون فكت من عليه، والشمس بتطلع عليه وبتطلع ورقه كمان من دموع القمر. وبيرجع فرانك بقارب خشب اي كلام، وبيقول لنيلو كل المراكب دلوقتي بقت بتاعتك خلاص. وبيكون فرانك راح لندن مع ليلي، وبيركب معاها العربيه وبتكون بتعلمه السواقه، وبيكون مش عارف يسوق خالص. وبكده يكون فيلمنا خلص. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، ولو عندك اي فيلم او ملخص اكتب لي تحت في الكومنتات. وبس كده، سلام.